السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وقت ما كنتوا تشاهدوا هذا الفيديو. ومع دائما مواصلة جهاز تاع العروسة. نقصوا شوية. غادي ندير لكم سلسلة ناقص شوية مصاريف. باش نخدموا هذه بلا ميغوار نحتاجوا هذا كما كتشوفوا هذا الباكيت. تنبعد نبيع مستلزمات الخياطة. شريت 70,000. وفيها 90 سنتيمتر. نجيبوا هذه لاباغيت ندوروها على شكل، انا نديرها على شكل اوفال. نشدها بالشريط اللاصق كما راكم تشوفوا هذه الطريقه، ونعينو هكا باش كي ندو المرآة نديرو الباترون ندو المرآة باش يقص لنا على حسابها هكا باش تجينا على المحيط. هذا الجزء عفوا الزجاجه، وما يجيناش يعني الخوا، يجينا قيس قيس بحيث يبقى لنا نصف يجي على النصف الثاني عند الالتقاء. نتمنى تكونوا فهمتوني. هذه هي راني حاطتها على ورق. هنا من الاحسن ديروا على كرتون. شوفوا كيفاش راني شكلتها على شكل اوفال. هنا الاختيار ليكم بغيتو ديروها كاري ولا دائريه. هنا اذا درتوها دائريه راح يكون القطر تاعها 30 سنتيمتر. تعطيكم البلا كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما شديتها من الجوانب بالشريط اللاصق، شوفوا هنا راه عندنا القطر تاعها 23 ونصف. القطر اما القطر الثاني بالطول فيها كما راكم تشوفوا 32 ونصف ولا 33 سنتيمتر هكا. هذا الباترون راح ندوه اللي يقص الجاز باش يقص لنا على حسابه. وهنا غير تابعوني البنات، راح ندير لكم سلسله متواصله تاع جهاز العروس نقص شويه مصاريف. وهذا هو بعد ما خدمناه راح نقصه ونديه للي يبيع الجاز الجوز عفوا الزجاج باش يقصنا على حسابه. هنايا قصيت هذاك المول على حساب هذيك لاباغيت اللي جبتها. كنت شريتها انا السعر تاعها 70,000 فيها 90 سنتيمتر. عينت هنا بالنسبه اللي بغيتو ديروا اوفال بغيتو ديروه دائري على حسب، بغيتو ديروه كاري على حسب ما انتم بغيتو. هنا ديتها عند هذاك اللي يخدم الزاج خدمه لي على حساب المول. هنا من الاحسن ديروه في كرتون يكون غليظ هكا باش يساعد مولا انا ديتها في ورقه خفيفه. شويه غدناه لكم دوه في كرتون. عين لي عليه خلص عليا 50 سنتيمتر. جميع التفاصيل راح تلقوها في الفيديو. بنات كنت نقول لكم راح نبدا معكم سلسله تاع جهاز يعني شات ديال العروسه، يعني مستلزمات هكا نقص على روحي شويه مصاريف. بالنسبه للعروسه راه جاهز. نقول لك ارواحي هذا الفيديو تسحقيه بلا ميغوار يعطي منظر شباب يعني لاكوافيس تاعك ولا وين ما حطيتيه يمد منظر شباب. باش نخدموا هذا البلا ميغوار هنا الفيديو كنت سبق وكما شفتوا في اول فيديو هذاك كنت صورته قبل ما نشري البلا ميغوار. هنايا جبت المول تاعنا كما راكم تشاهدوا في الفيديو او الباترون تاعنا اللي كنا رسمناه على الورق. هنا من الاحسن ديروه في ورق يكون شويه غليظ هكا باش يساعد مولا الجاج باش يقص لكم. باش نخدموا هذه بلا ميغوار نحتاجوا هذه بيسات ميل شريتها 25,000. وكاين بعض الحواني تبيعوها حتى 40 45 35. من الاحسن تدوروا وتشوفوا السعر اللي يساعدكم. وهنا شريت هذو الرجلين ايضا 7,000 للوحده طاحت لي 28,000. شريت هاد لاباغيت دير 70,000 فيها 90 سنتيمتر فيها اشكال وانواع متعدده. ايضا فيها تاع البلاستيك. من الاحسن تشرو هذه تاع الحديد. والمرآة اللي كنت ديتها له قصها لي خلص عليا 50,000. وكنت هنا شريت لي زيست خاص درتهم باش ندرك هذوك لانه ما قصليش مليح المرآة كما كنت تشوفوا راه فيها اعوجاج على الحافه. هو الباترون تاعنا بعد ما ديناه قصنا عليه. هنا غير تابعوني البنات. وايضا اللي بغات ديره مشروع هو مشروع رائع يتمشى ولكن فيه تكاليف. هنا حوالي جاتني 100 و 180 الف على ما اظن ولا هكا.
هنا باش نلصقوا هذوك الرجلين، هنا من الاحسن ديروهم يكونوا خارجين شويه، شديتهم هنا الشريط اللاصقي باش نعينوا ويكونوا خارجين باش يعطونا منظر شباب للبلا ميغوار تاعنا. وكنقول لكم بين الرجل والرجل شحال كاين. هنا بالنسبه للمبتدئه قلت لكم تقدروا كاين 14 سنتيمتر منه و14 سنتيمتر منه. هنا علاش شويه جاتني فيها 16 منه لانه ما قصها ليش مليح، ولا انا الورقه هذا الباترون ما قصيتهاش مليح على شكل اوفال، تبغوا ديروها على شكل دائري ايضا. هادو راني لصقتهم غير باش نعين المكان وين نلصقهم. ونحتاجوا هاد الباغيت نجيبوها نفتحوا هاد القاروره تاعنا، تلقوها مفتوحه. شوفوا كيفاش تجي. انا اول مره راح نستعملها معكم ونقول لكم اذا يعني تدي نتيجه ولا لا. نمشوا نحطوا على الحافه بهذه الطريقه. روح ولا روح. ونجيبوا لي باغيت تاعنا وراكم تشوفوا كيفاش حطيت. عفوا تجي بهذه الطريقه بيجيها. راكم تشوفوا كيفاش راني ندير. شويه تعب كما كنتوا تشوفوا. جبتها مع الحافه. انا غير بسياس كيسوا عليها. وتضغطوا مليح ضغطه مطوله هكا. ما كما كنتوا تشوفوا بصح لازم لها شويه بال طويل باش تلصقوها. خلوها كي شغل تاخذ الهواء تاعها، تاخذ قيس ما تنشف ريحتها كيما الغراء تاع الحذاء. انا راكم تشوفوا كيفاش راني نمشي فيها على الحافه. لازم الحافه ما تقعدش تبان، تجينا جيست مستقيمه مع الجزء السفلي كما راكم تشوفوا. وهنا هذه الكولا صاري لها كيما الكولا تاع الحذاء، لازم نخليها شويه تنشف ونلصقوا هكا باش تحكم لنا، باش ما نقعدوش شادين. انا هذه اول استعمال ليا هاد البيسات، من اول استعمال، ولكن يعني النتيجه تاعها رائعه. نكمل بهذه الطريقه حتى ندرك حواف هذه المحيط هذه المرآة ونرجع لكم.
هنا فهمتوا تكونوا فهمتوا علاش شرينا لي باغات هي الاولى ودرنا المحيط تاعها هكا باش ما يبقى لناش فجوه في المرآة تاعنا، وجينا المنظر تاعها ماشي مليح. هنايا مكان الالتقاء نديرو الكولا ونلاقو بحوالي نصف سنتي. هنا عند مكان الالتقاء نلصقوها مليح. ها هي المرآة تاعنا قربنا ما نفينوها. هنايا باش ندرقو هذاك الكولا وهذاك العويجاج تاع المرآة اللي على الحافه نشرو لي زيسخا، شرو متر و80. انا كنت باش غير كي تشرو مستلزمه تشروها معاهم. دوك تشوفوها في نركبوا لها رجلين. شوفوا نرفدوا المرايه بهذه الطريقه ونشوفوا الاماكن اللي ما تلصقناش في هذا السكوتش وين راح نلصقوا الرجلين خليته باش نطراسي بيه. شوفوا راكم تشوفوا هنا كاين اماكن راهم عاد ما لصقوش، نحاولوا نلصقوهم مليح مليح. كي نبغوا نلصقوا الرجلين نجيبوا هكا حاجه، اي حاجه دائريه ولا اي هكا باش هذا لي باغيت ما يتعوجوناش كما نعرفوا تحديد. باش نلصقوا الرجلين تاعنا نقلعوا نديروا الكولا. رانا حاطين اسفل تحته كما كتشوفوها. نحطو كميه معتبره من الغراء ونحطوه فوق المرآة نخلوه ينشف. بعد ما ركبنا الرجلين بالبيسات ميل خلاص شوفوا الشكل تاعها كيفاش يجينا رائع. هنا لا بغيتو تزيدوا لها لي بيير زيدوا لها، وهنا قلت لكم زدت لها لي زيستراس في الداخل وعلى برا. دوك تشوفوها في شكلها النهائي. اللي بغات تواصل معايا هذه السلسله تاع جهاز العروس راح نخيط لكم يعني الشيء اللي نقدر عليه هكا باش نقصي التكاليف على نفسك. اللي بغات تشوف الموديل راح تلقاه في اخر فيديو. البنات ما تنسونيش دعم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس حتى تعم الفائده باش يستفادي انتي وتستفاد غيرك. ودمتم في رعايه الله وحفظه والى الملتقى حبوباتي.